يا صباح الخيرات والهنا والسعادة عليكم. يوم جديد بروتين جديد بحاجات جديدة كده، يا رب يكون يوم خير وسعادة وبركة عليكم كلكم يا رب، اللهم امين يا احلى بنات. النهارده انا قلت هشارككم كده حاجات بسيطة بعملها بتساعدني في اليوم، يعني بتخلي اليوم انا قادرة انجز فيه كده، يعني فاهمين. بس اول حاجة انا بعملها اصلا اول ما بصحى ان انا افضي غسالة الاطباق يعني، وبعد ما بفضي طبعا الحاجات بروح احط كل حاجه في مكانها زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما بفضي غسالة الاطباق بقى عشان ايه تبقى جاهزه لتتميلي للحاجات التانية، يعني فاهمين قصدي. بس بعدين بقى ببدا خلاص بشوف بقى الحاجات اللي احنا استخدمناها بالليل بحطها. اوقات بشغلها بالنهار لما ببقى عارفه اليوم ده انا هعمل فيه حاجات كتيره جدا فانا هحتاجها تاني، فلازم افضيها، فاهمين قصدي. هو ما ينفعش اصلا اشغلها بالنهار، بس انا اوقات للاسف بضطر ان انا اشغلها بالنهار. بس دلوقتي انا بعد ما فضيتها خالص من كل حاجات فيها ورجعت كل حاجه مكانها، دلوقتي ببدا املاها بقى بكل مثلا بالليل عملنا حاجه حلوه، شربنا عملنا مشروبات مش عارف ايه كده يعني. ببدا بقى ارجع الحاجات دي كلها مكانها. وطبعا الصبح الفطار، حاجات الصبح بتاعه الفطار والقهوه والمش عارف ايه، فببدا ارجع بقى كل حاجه مكانها. بصوا رصيتها بالطريقه دي. هو انا في العادي ما بحطش فيها الجرانيت، بس انا كنت اليوم ده انا كنت محتاجه اعمل لسه حاجات كتير. بصوا هقول لكم انا بحط ده هنا ليه. بحط البتاع ده هنا، التابلت ده، علشان خاطر هنا ما بينضفش كويس، يعني لما بحطه هنا مش بحسه بينضف المواعين كويس، فاهمين. فانا بحطه هنا على طول وبشغل الغساله، بيبقى حلو جدا جدا، وبحس ان المواعين بتطلع فيه نظيفه جدا جدا، اللهم بارك. دلوقتي خلصنا مهمه الغساله، ودي اهم حاجه لما نقول لنا الدنيا كلها. نعمل كده بسم الله. ندخل على المهمه اللي بعدها. تاني حاجة بقى بعملها في يومي الغسيل. لو عندي غسيل وانا مثلا ما شغلتش الغسالة بالليل يبقى لازم اشغلها الصبح. انا اليوم ده كنت شايلة الملايات وكفرات الالحفة يعني وكده، فقلت ان انا احطها عشان هي طبعا بتاخد مكان في ثبت الغسيل اللي ما بيخلص. في الشتاء لبسه كتير يعني، مش بلبس البنات طبعا كذا قطعة وبيغيروا كده، فلبسه للاسف كتير، فبضطر ان انا اغسل برضو كتير. بس كده. فالمهمة التانية بتبقى الغسالة. انا بحب احط الاريال بتاع الغسيل او ايا كان المسحول انت بتستخدموه جوه الغساله نفسها، ده بحس ان كده الغسيل بيطلع انضف. بس كده. وبعدين بحط هنا فوق، استنوا هوريكم المعطر والفانش. نقفل بقى. بس كده. استنوا نحط بقى المعطر والفانش. بصوا انا بستخدم الفانش كده، بستخدم منعم الملابس ده حلو جدا جدا من فيرنل. بصوا حلو جدا وريحته فظيعه فظيعه يا بنات. نحط حبه كده لحد الماكس، ماشي. بعدين نقفل كده، وبعدين ندوس ستارت. خلاص بقى بسيب الغسالة شغالة، غسالة الأطباق، والغسالة التانية بتاعة الغسيل شغالة. بدخل بقى أكمل بقية الحاجات اللي في المطبخ بقى. الترابيزة اللي هي بتاعة المطبخ دي بحاول ان انا ارتبها كل يوم عشان تبقى فاضية، عشان لو هعمل اكل او لو هعمل حاجة انا برتاح كده لما بشوفها فاضية. وفي مواعين طبعا بغسلها على ايدي. البوتاجاز مثلا لو متبهدل من بالليل وانا ما عملتوش بعمله الصبح. في حاجات انا بعملها مثلا بالليل فانا جيت اليوم ده مثلا ما عملتهاش، فانا بعملها بقى ايه الصبح كده بدري، علشان ابقى بقيه اليوم اشوف بقى هعمل اكل ايه. طبعا حيرتنا كل يوم، فهعمل اكل ايه، هعمل حاجه حلوه. مثلا جوري عندها مذاكره مش عارف ايه، دي الحاجات اللي انا بعملها يعني الصبح، بحسها بتفرق معايا شويه. ويعني اوقات لما ما بنتظمش عليها بحس ان في حاجه غلط، فاهمين قصدي، اللي هو الدنيا كلها على بعضها، كل حاجه سايحه على بعضها. فبحاول ان انا انتظم كده وارتب الدنيا شويه بشويه.
خلصت كده، وبحاول بقى اي سطح قدامي، الغساله، البوتاجاز، الرخامه، كله 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 ابدا بقى ارش عليه اللي هو مستر ماسل ده اللي انا قلت لكم عليه، فظيع يا بنات، ريحته رهيبه، بيخلي لكم ريحه المطبخ كده نظافه والله. وكمان بيعقم كده وبينضف، فانا بحس براحه نفسيا بعد ما بستخدمه. بس اوقات طبعا البوتاجاز بحط له بعد ما بخلص مثلا وكانت عليه دهون كتيره، بعد ما بخلص مستر ماسل بحس ان هو لا عايز يتنضف تاني اكتر، ممكن بحط له نقطتين من ملمع الازاز، بيبقى زي الفل معايا. وخلاص كده بحس ان انا هو مش تنظيف عميق، هو الحاجات الاساسيه اللي احنا اللي انا المفروض بعملها كل يوم الصبح، يعني عارفين حرفيا والله. مثلا في فيديوز انا بقول هو مش روتين، انا ما بحبش الروتين، بس ده حرفيا الروتين اليومي الصباحي. كل يوم لو انا مثلا ما شغلتش الغساله من بالليل، غسلت الاطباق وما شغلتش غسلت الهدوم، انا لازم بعمل كده الصبح. غير كده بقى هتلاقوا في اكوام من الحاجات والله، ودي الحاجات ما بتخلص يعني، الحمد لله الحمد لله. لما بقعد مثلا اوقات اقول كده، في ناس تقعد تقول لي احمدي ربنا ان في بني ادمين عايشين في البيت وانتي بتعملي لهم الحاجات دي يعني. ففعلا الحمد لله على نعمه، على كل نعمه احنا عايشينها. بس انا اليوم ده حسيت ان برضو بتاعه البوتاجاز دي اللي هي مش عارفه اسمها ايه، عايزه تتنضف، فغسلتها برضو ورتبتها واسيبها كده تتنشف خالص على الاختراع ده وخلاص. وبعدين طبعا ال اللي هي بتاع الصفايه دي اللي انا بحطها في المطبخ، برضو بغسلها كل يوم، عشان اوقات بغسل فيها خضار، اوقات بغسل فيها فاكهه، فلازم برضو اغسلها كده واعقمها كويس بالفرشه. فرشه ايكيا دي يا بنات رائعه رائعه والله. هتشوفوا دلوقتي الحوض هيعمل ايه، بغسل بيها الحوض كل يوم يعني. طبعا بعد بهدله الحوض طول اليوم معانا ده فبيبقى لونه بصوا عامل ازاي كده مطفي. بعد ما بقى بستخدمها بحسها اصلا بتطلع طبقه كده، بيبقى فيه رمادي كاني غسلت بسلك، بس هي بالفرشه. اللهم بارك، فظيعه وحلوه ان هي بتقف كده وخطيره يعني ما شاء الله فعلا. لو حد حابب يشتري فرشه حلوه ومعمره يعني، بتقعد معايا مثلا، بقى لها معايا اللهم بارك 6 شهور مثلا او اكتر، وحلوه جدا. بس شايفين الحوض بقى بيلمع ازاي بعد ما غسلت بيها، ولا غسلت بسلك ولا اي حاجه، رهيبه. انا عارفه ناس هتقولي مش لابسه جلافز في ايدك ليه، انا ايدي بتبوظ، بس للاسف انا مش بعرف اتعامل قوي بالجلافز، مش عارفه ليه يعني. انا كائن لو لبست جلافز في ايدي مش بعرف اتعامل. بصوا بقى دي اسمها ايه لما باجي انضف الحوض كده، دي اسمها النهايات السعيده. هو بدايه يعني، انا لسه كده ببدا اليوم ولسه ما عملتش اكل ولسه اي حاجه، بس ده بالنسبه لي النهايه السعيده. انا بحب اقف في المطبخ، مين زي كده يقول لي بحب اقف في المطبخ والمطبخ نضيف جدا، عشان اعمل اكل بقى وابدا اعمل حاجه حلوه ومش عارف ايه. لو المطبخ مش نضيف انا مش هعمل اي حاجه مش هعمل لهم، هم عارفين مش هعمل لهم اي حاجه. دلوقتي بقى قلت ايه، هدخل اعمل لهم حاله كده سهل وسريع وحلو قوي، واول مره، دي تجربه لاول مره. انا قلت لكم انا بحب اجرب جدا. بس اول حاجه حطيت لتر حليب الا شويه يعني. انا كنت واخده من اللتر ده، كنت عجينه كده، المفروض كنت هنزلها لكم في الفيديو ده، بس حسيت ان الفيديو هيطول، وانا قلت ان انا عايزه انزل لكم فيديو صغننه عشان تتفرجوا على اكبر قدر منها يعني. ف ف فان شاء الله هينزل لكم الفيديو الجاي بتاع العجينه دي. فالوقت اخدت منه حبه كده عجنت بيها العجينه، فهو انا هكمل برضو اللتر كامل يعني. لتر كامل حطيت عليه 4 معالق دقيق، وحطيت عليه بيضايه، وحطيت عليه فانيليا ورشه ملح صغننه بس كده، شايفين. وبعد بقى ما تقل معايا كده هحط ظرف كريم شانتيه. شفتوا حاله سهل وسريع، هو شبه المهلبيه كده. انا عمري ما عملت مهلبيه على فكره، انا دايما في مصر عارفين والكاستر بيبقى فيه علب كده جاهزه، انا كنت بشتريها وبعملها هنا، ولا مره انا فكرت اعمل كده فاهمين. بس هما البنات عايزين حاجه حلوه وكده، فقلت اعمل لهم الحاجه الحلوه دي. هنا انا قلت لكم ان حسيت ان هي محتاجه فانيليا تاني، فحطيت من الفانيليا السايله عشان تديها ريحه برضو حلوه كده. شايفين القوام اللهم بارك عامل ازاي، قوامها حلوه قوي قوي يعني، من غير اي حاجه، من غير مضرب ولا اي حاجه. بصوا دي برضو تجربه لاول مره، انا عارفه ان انتوا هتزهقوا مني كتير لاول مره دي، بس لما تعرفوني اكتر تعرفوا ان انا بحب اجرب كتير، وده العادي ان انا اصلا مزهقاهم تجارب كتير، بس حبيت ان انا التجارب دي بدل ما هم اجرب فيهم بس هجرب معاكم انتوا كمان. بس دي حاله كده معروف هنا جدا، حاله تركي اسمه ماجنوليا حاجه كده يعني، هبقى اكتب لكم اسمه على الشاشه. انا جبت البسكوت ده بسكوت كامل الحبه يعني، انتوا ممكن تستخدموه بالدقيق كامل الحبه يعني، ممكن تستخدموا اي بسكوت عادي بالشوفان، بسكوت عادي خالص اي بسكوت، بس البنات عندي بيحبوا ده شويه، واهم حاجه ان نوع البسكوت يكون حلو. وممكن كمان نستخدم فيه الاوريو،
انتوا شايفين هما واقفين، هما متحمسين جدا. هنضرب دوت في الكبه، واستنى هوريكم. جبت الكبه اهي، وهنفضي ايه اهو. فضيه خديجه، فضيه جوري معايا، قولوا بسم الله. بسم الله. كده البنات اجازه الاسبوع ده، فانا بحاول اعمل لهم ايه يعني حاجات حلوه. اي انا خلاص مش مشكله كده كده الكبه هتكسر. هناخد 2 وهنشوف لو احتاجنا تاني هنحط. بالراحه يا خديجه، بس كفايه كده على الكبه. خلاص بقى هنضربها ونيجي. يا ماما خدي يا ماما. بصوا انا حطيت هنا كده اللي هو الخليط المهلبيه اللي احنا عملناه، وهنحتاج فراوله، وده البسكوت اللي احنا طحناه اللي انا قلت لكم عليه، وبرده هنطحن حبه اوريو. هو هنا المتعارف عليه الكوبايات دي بيبقى في قصدي في الجارات دي، بيبقى في الجار كده، بس عادي احنا ممكن نعمله عادي في الكوبايه، مش شرط يكون الجار ده يعني. انا بس هعمله شبه بره. بصوا بنحط كده طبقه بسكوت، وهنا كمان طبقه بسكوت، وهنا كمان طبقه بسكوت، وهنا كمان كده. حطينا كده طبقات ايه البسكوت. ماشي، بس نعملهم كده كويس 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 كده. ممكن نحط حبه كمان كده مثلا وكده. انا لسه مش عارفه، انا بجرب يعني، بس غالبا حاسه ان كده كويس صح يعني. زودوا او قللوا طبقه البسكوت حسب ما انتوا ايه حابين. ماشي، هنخلي ده كده عشان هنحط فيه الاوريو. كده دول الاربعه معانا، وهنبدا بقى ايه نرص فراولة. مش عارفه نرصها كده احلى، حاسه يعني كده احلى. عشان ايه تعرف تقف معانا. نعرف ناكلها برضو. صح يا ماما. نعرف ناكلها بالمعلقه كده يعني. بصوا اهي. ماشي، دلوقتي هنسكب الخليط. يا رب ينزل ما بصوا بينزل بالعافيه غالبا، هو تقل. طب بصوا هحاول انزله بقى بالمعلقه. استنى طب يا جوجي. هو كده كفايه. ايوه كده كفايه. خلاص ايوه كده. وبعدين هاتي معلقه نضيفه يا خديجه. وبعدين هنحط طبقه كمان من البسكوت. بس انا مش عارفه هي دي مظبوطه. بصوا هو شكله المفروض يبقى كده. ونحط بقى واحده ايه فراوله كده، او نحط غالبا حبه مهلبيه تاني. استنى نحط حبه مهلبيه تاني، وبعدين نحط بقى عليها ايه فراولايه. بعدين هنحط عليها فراولايه كده. ده الشكل مش احسن حاجه، مش بيرفكت يعني. هحاول ان انا دلوقتي هعمل كام واحد تاني وهطلع واحد بيرفكت. دلوقتي بصوا ضربت الاوريو بنفس الفكره، وعملت هعمل الكوبايات الصغننه دي عشان البنات، عشان هما بيحبوا الاوريو. الكوبايات الكبيره دي هتبقى كبيره جدا عليهم. هعمل لهم 3 عشان واحده صاحبتهم ان شاء الله تيجي تاكل معاهم. احط كده حبه وكده كمان مثلا، بس هحط المهلبيه. بصوا عملتهم كده برضو. شكل الكوبايه مش احسن حاجه، مش مشكله. همسك بقى ايه
على كل واحده كده هحط ايه واحده اوريو كده. بس وده الشكل النهائي، وده كده برضو الشكل النهائي لدول. حطيت عليها الفراولة بالشكل ده كده. عملنا حلا سهل وسريع بس كده. وده شكل الحلقه بعد ما خلص. جربوه حلو جدا جدا وهيعجبكم جدا جدا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، واشوفكم الفيديو